مساء الفل ومساء الياسمين، مساءكم معطر بذكر الرحمن إن شاء الله. وصفة النهاردة سهلة وبسيطة ومغذية جدا 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 للناس اللي سألت لي انت عملت لنا كل حاجة، بس احنا عايزين حاجات مغذية وموفرة في نفس الوقت. النهاردة هنعمل، بصي النهاردة وصفة جميلة جدا جدا جدا، في نفس الوقت موفرة وفي نفس الوقت مش محشية وسهلة ليكي وبسيطة. تعال نشوف المقادير بتاعتنا السهلة البسيطة. معانا هنا نص كوباية من اللبن ومعلقتين سكر كبار ومعلقة خميرة مليانة كبيرة. في أسهل من كده؟ لا طبعا، زي ما عودتك بنوفر مع مطبخ حبيبة إن شاء الله الوفير والسهل والبسيط. عندنا معانا ربع كوباية زي ما انت شايفة سمنة على زيت، زبدة على زيت، زيت بس زي ما انت عايزة، سمنة بس زي ما انت عايزة. قد ايه دي؟ يعتبر معلقة ونص ومعلقة ونص بس. سبتهم طبعا، اللبن لازم يبقى دافي علشان الخميرة وبقية الحاجات دي هتدوب فيه دلوقتي. استنيت عليه بتاع 3 دقايق بالظبط، ورحت اجيب الدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي عبارة عن ايه؟ عن كوبايتين ونص دقيق او ربع كيلو. تمام، ربع كيلو دقيق. ربع كيلو دقيق دول من كوبايتين ونص ومعلقة كده تقريبا. هبتدي اعجن كده بمنتهى البساطة. طبعا الوصفة مغذية جدا، عايزة تزودي قشطة زودي، عندك قشطة اللبن، قشطة السوبر ماركت، بصي اللي انت عايزاه. ابتديت هنا اعجن كده عشان لازم اعجنها عجينة كويسة. لقيتها محتاجة شوية لبن، زودت لها بتاع معلقتين لبن كده، وشوية قدام برضه هحط لها معلقتين مية، مش هحط لبن تاني خلاص. لو احتاجت لبن او سوائل تاني حط لها معلقتين مية. هي كده اهوت انا محتاجة هحط لها كمان معلقتين مية صغيرين. حطيت معلقة، ولو عاوز تاني احط معلقة تانية، بس انا احتاجت لها وحطيت لها معلقة تانية. بصي العجينة بصراحة جميلة. الناس اللي بتحب المخبوزات، بصي ما تزعليش من اول مرة، لازم تشجعي نفسك مرة واتنين وتلاتة وهتلاقي معاكي الامر جميل جدا جدا جدا. تنسينيش في لايك وتعليق علشان انا بتبسط جدا جدا جدا. كل مرة هقولك الكلام ده علشان خاطر تبقي معايا في الصورة. هنا حطيناها خمرت ساعة بالظبط. تمام، وهنا هبتدي اخد الكور على قد مقدرة اولادي، مقدرة جوزي، مقدرتي انا للفطار. بصي على حسب اللي انت هتعمليه. هنا الكورة متوسطة، ولا صغيرة ولا كبيرة، قد الليمونة الكبيرة كده. وابتديت خلصت خلاص الكمية ما شاء الله، طلع معايا بتاع 20 قطعة. وهبتدي هنا هفرش حاجة علشان خاطر آه، ابطط عليها. هنا جبت صينية كبيرة وحطيت عليها فوطة، ونبتدي بقى نشتغل شغلنا القمر. هبتدي اجيب طبق معايا كده، هفرد عليه بايديا كده. بصي الفردة بسيطة وسهلة ما فيهاش اي حاجة. وصلي على محمد واحنا بنتكلم كده. ابتديت فردت اهو، اتفرد معايا مدور بمنتهى السهولة. احطه على الفوطة اللي انا جبتها علشان يبقى محتفظ بالطراوة بتاعته. ليه انا بعمل كده؟ علشان يبقى محتفظ بالطراوة بتاعته، وشه ما ينشفش. هو مش عيش، لو هو عيش هبتدي افرد عادي وهرش دقيق وهوريكي برضو طريقة العيش بمنتهى البساطة اللي انا هستخدمها بعد كده. تمام، هبتدي افرد كده وهبتدي افرد الكمية كلها وهوريها لك برضو، مش هطول عليكي. بصي الطبق ده عندي له حته مدوره كده من جوه، ابتديت افرد زيها بالظبط علشان تبقى بالنسبه لي اسطمبه. خلاص هغطي دوت كده وابتدي اكمل. بسم الله ما شاء الله، خلصت اهي، خلصت الكميه وبوريها لك. وغطيتها بالفوطه وهنغطي التانية كمان. وهنروح بقى على طاستنا الجميلة، تكون طبعا الطاسة سخنة 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 والنار هادية جدا. تمام، عشان تستوي. قلبت اهو معاها، وهحط غيرها وغيرها. حبيت اوريكي دي انا مرققاها ودي انا متخناها، والاتنين هيستووا. دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده، وبسم الله ما شاء الله. يعني بصي ولا كلمة. زي ما عودتك وفر مع مطبخ حبيبة السهل والبسيط والوفير بإذن الله عندنا. ما تنسنيش ومتابعة منك ولايك حلو منك. بصي
انا عايزاكي تبقي اشطر واحده في الدنيا، ما تمليش ابدا. بصي ما شاء الله شكلها جميل، ما تمليش ابدا من انك تعجني او تقولي هفشل. لا، جربي مره واتنين وتلاته، ما تفشليش ان شاء الله هتنجحي وهتبقي احسن واحده، وهتعملي الحاجه دي احسن مني بمليون مره. لو لسه بتشوفيني لغايه هنا انا متشكره جدا 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 لكل واحد شاف الفيديو وعمل لايك، واشوفكم فيديو جديد. وبصي مش عايزه اقولك باي باي، عايزه اوريها لك الاول شكلها عامل ازاي وطريه ازاي، بجد روعه وجميله جدا جدا. هي بصي ممكن تعمليها عيش، ممكن تستخدميها تاكليها كده، بس بصراحه طعمها روعه. عايزه تسكريها اكتر من كده سكريها، بس بصي مش احلى من كده والله، جميله جدا. وباي باي، اشوفكم في فيديو جديد، واترككم في رعايه الله وامنه يا احلى ناس في الدنيا ومشاهدين في الدنيا. باي باي.